إنه الحق وبالحق نازل. إنه الحق وبالحق نازل. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لعل من تابع معنا الحلقة الماضية من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني متلهف جدا ليكمل الحديث عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهج من التابعين وتابع التابعين، وخاصة وقد وقف بنا محملنا في الحلقة الماضية عن الرحلة. حياك الله شيخ الحبيب. بارك الله فيك. توقفنا عند الكلام عن الرحلة، رحلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورحلة من تبعهم من الصحابة. قبل أن نتكلم أو ندلف إلى الرحلة، وأنت تكلمت عن الجيل العاطر، جيل التابعين وتابع التابعين، والكلام عن شعبة رضي الله عنه وارضاه، والكلام عن عبد الله بن مبارك وغيرهم. وذكرنا في آخر الحلقة الماضية أو في جزء منها المفاضلة التي يظنها بعض سقماء العقول أن هناك مفاضلة بين كتاب الله وبين صحيح البخاري، وتفضلت حضرتك وأكدت أن هذا ليس على سبيل المفاضلة ولا على سبيل المقارنة، وإنما هذا أفضل جهد بشري على الإطلاق هو صحيح البخاري وليس على سبيل المقارنة. خطر في بالي أمر أستاذنك في أن نجيب عليه، وهو قد يكون فيه جزء من الشبه حين يقولون عن إمام ورث العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضعه من هذا المعين الصافي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وارضاه، حين يقارنونه ويقولون لم يفق الصحابة إلا بفضل الصحبة. ليس هذا قطعا إزراء بالصحابة ولا مقارنة ليكون هو أعلى أو مثل الصحابة، ولكن لعلها ذات وجه لإثبات فضله. نعم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حال هذا الجيل الذي إنما نهل من معين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الرحلة من أجل حديث واحد كما فعل جابر بن عبد الله مع عبد الله بن قيس وغيره. هي هذا النهج الذي نريد أن نتحدث عنه ولنكمل ما بدأنا فيه في الحلقة الماضية. شيخنا تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحلة علماء الحديث مما يضرب بها الأمثال في يعني جهدهم الخارق ومسيرهم في الأوطان لأجل حديث أو حديثين أو للكلام في راو أو للبحث عن حال راو في بلد من البلدان. أنا يعني أذكر بهذه المناسبة رحلة إمام أهل البصرة وأول من فتش عن الرجال في البصرة، وهو الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمة الله عليه. يقول أبو الحارث الوراق واسمه نصر بن حماد، يقول كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو أبو الحارث الوراق بيحدث بهذا الحديث وشعبة خارج من الدار. قال أبو الحارث: فلطمني شعبة ودخل الدار ومعه عبد الله بن إدريس، ثم خرج فوجدني أبكي فقال: أنت بعد تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. السبيعي أبو إسحاق السبيعي اللي هو أبو الحارث الوراق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل ده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فإسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي. أبوه يونس ابن أبي إسحاق كان من المحدثين أيضا، فالشيخ وابنه وحفيده كلهم من المحدثين. فقال شعبة: إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. قلت له: سمعت حديث الوضوء من عبد الله بن عطاء؟
قال عبد الله بن عطاء وسكت. طبعا أبو إسحاق السبيعي كان مدلسا، يعني قد يسقط شيخه الذي سمع منه هذا الحديث. وقال له عبد الله بن عطاء قال لم يقل سمعته. لم يقل سمعته. نعم. وشعبة كان يتفقد أفواه المحدثين من شيوخه، كان حريصا جدا على أن يقول المدلس من شيوخي سمعت أو حدثني أو قال لي أو أنبأني أو أخبرني، أي عبارة من عبارات التحمل التي تفيد السماع المباشر. نعم. ومن مشهور كلام شعبة يقول: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة. قتادة شيخه كان مدلسا، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال تركت. وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة من شيوخ المدلسين: الأعمش سليمان بن مهران، وقتادة بن دعامة السدوسي، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. الثلاثة دول كانوا من أجلة شيوخ شعبة، وكانوا يدلسون الحديث، فما كان شعبة يأخذ من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. يعني أنا أي حديث يأتينا عن هؤلاء الثلاثة ما تقولش أين التحديث، إن الراوي ده مدلس. هذه فائدة لطلبة الحديث الذين يسمعوننا في هذا البرنامج. يعني شعبة إذا روى عن واحد من ثلاثة دول خلاص لا تقل فلان مدلس، كفاك مؤنته. نعم. فقال شعبة: إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. قال له عبد الله بن عطاء. وكان يجلس في مجلسه مسعر ابن كلاب، قال: فعلمت أنه حدثه سعد بن إبراهيم. قبلها قال مسعر: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. نعم. أي نعم. قال شعبة، قال مسعر ابن كدام: المصحف. نعم، أحسنت. قال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. قال شعبة: فخرجت من مكة من البصرة سنتي لا أريد إلا الحديث. خرج إلى الحج لا يريد إلا الحديث، على أساس أنه هيلقى عبد الله بن عطاء في مكة. قال: فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. أنا بس عايز يعني المشاهد وهو بيسمع القصة بتاعتي يقيس المسافات من البلدان، من بلد لبلد. ده بينطلق من البصرة في جنوب العراق إلى مكة. نعم. تمام. ركب ليلا حطوه نهار، كل هذا حتى يذهب إلى الحج، لا يريد إلا الحج. عفوا قاطع بس شيخنا، يعني ممكن نقول أن هذا ليس نفس شعبة وحده، على الرغم من عظيم لا نفس كثير جدا المحدثين. مسعر قالها بسهولة. طبعا. عبد الله بن عطاء حي بمكة. يعني ينزل مكة كأنه فركة كعب يعني. بالضبط كده. فهي فالقصة إنه هو هذا نهجهم، حديث روح لصاحب الحديث. نعم. قال: فذهبت إلى عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، فقلت له: حديث الوضوء. كأن الحديث معروف، مع أن عبد الله بن عطاء عنده أحاديث كثيرة أخرى مش الوضوء بس. أو الوضوء ما في غير هذا الحديث. مثلا يقول حديث الوضوء. فقال له: سمعته من عقبة بن عطاء؟ قال: حدثنيه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده مدني. قال: فلقيت مالك بن أنس، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور. نعم. قال: فسألته عن سعد بن إبراهيم، قال: ما حج العام. إذن هذا يكلفه أن ينزل من مكة إلى المدينة حوالي 500 كيلو، اللي هي أقل جزء في الرحلة كلها. قال: فدخلت على سعد بن إبراهيم فسألته عن حديث الوضوء. قال: من عندكم خرج. حدثنيه زياد ابن مخراق في الكوفة، في البصرة أيضا. رجع هيدا البصرة تاني. قال: فدخلت على زياد بن مخراق وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ليس من حاجتك. هو عارف أن شعبة بيدقق في الأحاديث وبينتقي الرواه والكلام ده. قال: ليس هو من حاجتك. قال له: ما بد، لازم أعرف، لازم تقول لي.
قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. فاغتسل، غسل ثيابه ثم أتى. قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني شهر بن حوشب. طبعا شعبة سيء الرأي في شهر بن حوشب. قال عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. إذن بين أبي إسحاق وبين عقبة بن عطاء قد شوف، عبد الله بن عطاء، سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبو ريحانة. 5 علم منهم شعبة وعبد الله بن عطاء اللي هو راح له في مكة. يعني إذا سقط بعد عبد الله بن عطاء 4 من الرواة، فيهم شهر بن حوشب الذي ما كان يقيم شعبة له وزنا. طيب، أول ما شعبة سمع هذا الحديث بما علق وبما قال، وما الذي دعاه إلى هذه الرحلة في طلب هذا الحديث؟ قال حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. ما أسهل الوضوء، أنك تقف تتوضأ، فإذا قلت بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت أبواب الجنة 8 للقائل. شعبة كان يتمنى أن يصح هذا الحديث، ونقول رحمة الله على أبي بسطام، فقد صح هذا الحديث وليس من الطريق الذي أنكره شعبة رحمة الله عليه. من حديث عمر بن الخطاب، كان حديث عمر بن الخطاب في نعم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 8. شعبة كان يحفظ 30,000. أنا مش هقول إن كل حديث له قصة، خلي بس 10-15 حديث له نفس القصة. ماذا فعل شعبة ابن الحجاج؟ وهذا راو واحد من ألوف الرواة الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني لا يضيع هذا البيان، بيان القرآن أو الأحاديث التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على حكم جديد أو شيء زائد على كتاب الله تبارك وتعالى. فدي رحلة من رحلات علماء الحديث في طلب حديث واحد. نعم. ولهم من أمثال ذلك كثير. نعم. أي نعم. شيخنا لو تكرمت، الفكرة حتى لا يشكل على البعض أن هو مش شخص قاعد يؤدي وظيفة. أنا قد أطالب ويكون عملي الدنيوي أني أسافر من بلد لبلد وأركب طيارة وأروح وأرجع، لكن هؤلاء إنما سافروا من أجل ليس العلم الحديث كعلم فقط مجرد، ولكن لشرف النص. هو يريد أن يدخل من أي أبواب الجنة 8. لأن هذه قضية مهمة، أنه مش قاعد يتعامل مع النص كنص جامد، لا هو بيتعامل معه كدين. بيتعبد بالنص. نعم، يتعبد بالنص. لا ده في قصص كثير، يعني لو أذنت لي رفع الله قدرك، رفع الله قدرك المشاهدون، إننا نسرد بعض يعني هذا القصص الجليل ليروا ماذا فعل علماؤنا في هذا التراث العظيم اللي هو هذا الرصيد العلمي الهائل، وكيف حفظوه لنا. جميل جدا. شيخنا لعل أيضا يعني لو عدنا قديما قبل شعبة رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله إلى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، لعل سفره وتركه لأخوه أنيس إنما هو نوع من أنواع الرحلة طبعا ليشفي. رحل من غفار إلى مكة. أي نعم، يشفي نهمته في وهو كان رجل مسلم من 3 سنوات. نعم. هو إسلام أو يعبد ربا، قد يكون الصورة مختلفة، يحتاج إلى دين محمد، لكنه ما كان يعبد الأوثان كأقرانه. نعم. فهذه تعتبر رحلة داخلة في باب الرحلة. طبعا هذه الرحلة هي التي جرتنا إلى الكلام عن رحلة أهل العلم في طلب العلم، أو رحلة من يريد أن يرحل إلى الحق. نعم. يعني في بعض الناس قد يتصور إنه لا يرحل إلا طلبة العلم. لا، بل من عرض له شيء من أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام نبيه صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعرف حكم الله في المسألة. أذكر في هذه المناسبة ما بوب به الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم
قال باب رحلة العالم في رحلة الرجل في المسألة النازلة. طبعا أنا تظننت في بادئ الأمر أن الإمام البخاري يكرر التبويب، نعم. لأنه في قصة موسى والخضر قال باب الخروج في طلب العلم، وبعدين لما جاء على هذا الحديث الذي سأذكره قال باب رحلة الرجل في المسألة النازلة، وروى تحته حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه إن خلاصة القصة إن امرأة متسولة دقت على بابهم تريد عطاء، فعايزة تحنن قلبه عليها يعني، فبتقول له أعطني يعني عطاء فقد أرضعتك أنت وامرأتك. طبعا جت كحالها عمتها زي ما بيقولوا يعني. يعني معنى ذلك أنه متزوج بأخته من الرضاعة، دي مصيبة سودة. فطبعا انزعج عقبته لهذا جدا، قال والله ما أعلم أنك أرضعتني ولا أرضعتيها. ثم أخذ يعني ناقة وركبها وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، فجاء فقال يا رسول الله جارية سوداء أو امرأة سوداء تريد نوالا، فقالت أعطني فإني أرضعتك أو أنت وامرأتك. إيه الحكم الشرعي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حول وجهه عنه. طالما حول وجهه عنه يبقى المسألة فيها إن زي كما يقال يعني. فجاءه من قبل وجهه فقال رسول الله امرأة تقول، دي واحدة ست بتخرف قالت أي حاجة، تمام. فقال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل دعها عنك. العلماء منهم من أوجب فراق المرأة ومنهم من استحب فراقها. الذي استحب فراقها أخذ من الصيغة دعها عنك، يعني تنزه عنها، لم يكن أمرا قاطعا، لم يكن أمرا قاطعا لما قال له دعها عنك. والعلماء الآخرون اللي هم الفريق الذي يوجب يقول لا بد أن يفارقها لأنها أخته من الرضاعة. وفعلا رجع عقبة بن الحارث إلى امرأته طلقها، تزوجت رجلا آخر وتزوج هو امرأة أخرى. هنا الإمام البخاري يقول إيه؟ الفرق بين تبويب رحلة الرجل في المسألة النازلة والتبويب بتاع الخروج في طلب العلم. اللي بيخرج عشان يطلب العلم كله. يعني مثلا زي العلماء، يعني الإمام النووي مثلا كان له 13 درس في اليوم، يطلع من درس حديث على فقه على لغة على تصريف على سيرة على تفسير على ملح على نوادر، 13 درس في اليوم كان الإمام النووي رحمة الله عليه يطوف على المشايخ. فالخروج لطلب العلم واحد طالع يطلب العلم بشموله حتى الذي لا يحتاج إليه. نعم. تمام. بيذاكر كتاب من الجلدة للجلدة، وفي مسائل مش عايزها دلوقتي قد يحتاجها فيما يأتي من الزمن، لكن الآن ليس محتاجا إليها. بس الذي يسافر للنازلة. نعم. ولكن الذي يسافر للنازلة، الذي يسافر للنازلة حكم لله تبارك وتعالى حل به الآن ويجب عليه أن يعرفه. طالب علم مش طالب علم دي ما لهاش دعوة بطالب العلم، لها علاقة بحكم الله في المسألة وهل يجب عليك أم لا. ولذلك نأخذ من هذا الحديث ومن هذا التبويب أنه يجب على كل مسلم عاقل مميز يعلم أن الله تبارك وتعالى شملت أحكامه الدنيا كلها وشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه العباد سواء أدركه أو لم يدركه. إذا وقع له شيء من النوازل أي الأحداث التي تجد عليه أن يبحث عن عالم بالكتاب والسنة ليسأله عنها. يعني مثلا فقه البيوع واجب على من تصدى للتجارة أن يعلمه، لا سيما ونحن الآن في بلاد منتجة، في بلاد مستهلكة ليست بلادا منتجة. المنتج هو الرجل الذي لا يؤمن بالله تعالى ولا رسوله. الرجل ده عنده مصنع بينتج بضاعة وله أن يضع من الشروط ما يضمن ربحه في هذه البضاعة.
وقد تكون مخالفة للشرع. وقد تكون بعض هذه الشروط أو جلها مخالف لنا في ديننا أن احنا نرتكبها. فحينئذ يجب على التاجر مثلما أتى بمحاسب ومثل ما أتى بقانون وبيعطيهم رواتب أن يكون له مفتي أيضا قبل أن يعقد الصفقة. يسأل المفتي دي الشروط التي وضعها الرجل المنتج، هل ترى فيها شيئا مخالفا لأحكام الشريعة؟ يقرأها يقول له مثلا لا ليست مخالفة فينطلق. افترض أن فيها شرط أو اثنين مخالفين، هو برئ والعالم سيسأل عنها. لكن الرجل التاجر برئ لأنه سأل أهل الذكر في هذا المجال. النهاردة بتجد مثلا، أنا بضرب التجار كشريحة من الشرائح المتلبسة بالأشياء اللي فيها حرام وفيها مخالفات شرعية. نعم. وانت عارف ده كله يتاجرون في المال. فتجد التاجر عنده يعني محاسبين وقانونيين ليس واحدا بل أكثر من واحد. كلما اتسعت تجارته كلما محتاج إلى اصطف كامل حتى يؤمن تجارته. ومع ذلك لا تجده اتخذ مفتيا واحدا، مع ان المفتي ببلاش ما ياخدش راتب، بيرفع سماعة تليفون ده اذا ما كانش عايز يروح له، قول والله انا عرض علي كذا وكذا وكذا ماذا افعل؟ هل ترى شيئا مخالفا؟ لا مخالف، او ان الشرط الفلاني مخالف اجتنبه مثلا. استطاع ان ينفذ الصفقة دون هذا الشرط اهلا وسهلا، لم يستطع ممكن يلغي الصفقة كلها. حتى هذه لا يفعلها كثير من الذين تصدوا إلى التجارة. لا يرفع سماعة التليفون عشان يسأل العالم أهذا حرام أم حلال. أنا أقول يا أيها التاجر، هذا المال تل المال الذي جمعته لو عصرناه لنزل شبابك من هذا المال الذي جمعته، ثم تتركه لمن لا يترحم عليك ولا يعرف لك حقا. بل إن بعض الناس ممكن تكون خلفته كلها بنات، فيقوم يحرم الورثة الذين أعطاهم الله عز وجل حقا في هذا المال عشان يدي المال للبنات. طب ما أنت بعد ما تموت لو البنات بيتقوا الله تبارك وتعالى هيروحوا للورثة ويقولوا لهم والله ورثنا عن أبينا كذا وكذا وكذا. قد يكون في هؤلاء الذين يحتاجون إلى المال من أرحامه من يكرهه ويبغضه. طب إيه رأيك إنه هياخد من ماله غصب عنه؟ غصب عنه، كأنه هو كان في حياته شغال مرمطون للراجل اللي بيكرهه ده، لأن الله عز وجل أوجب له حقا في هذا الميراث. فأنت عندما تجمع كل هذا المال هم يأخذونه هنيئا مريئا لا شيء عليهم فيه، وانت جمعته من مثلا حرام أو جمعته من بيوع محرمة أو ما شابه ذلك، وتتركه لهم حلالا زلالا ثم تسأل وأنت عنه. وما هيطلعوا عنه درهم. يعني ما في واحد من هذول يفكر انه مثلا يقول يطلع عنه درهم او يبني له مسجد لا او غيره. خالص والله أبعد والله لقد رأيت أعاجيب في هذا. حتى ان في بعض الناس يعني في حموتها كده في اول موت الاب يعني يجي يقول والله عايزين نعمل له صدقه جاريه ومش عارف ايه بتاع، 2 3 يقولها والثالث يقول لا. والله سمعت رجلا يكفن الموتى ويغسلهم يقول دخلت كنت بغسل رجل فطلعت قلت أين أولاده؟ عايز يعرف حد من أرحامه ما فيش حد معاه. يقول والله هالني ولم أنم ليلتها إن ابنه دخل بصق عليه وهو ميت. الله أكبر. والله يعني هذا لأنه ظلمه، ممكن يكون منعه من الميراث، ممكن يكون منعه من المال حتى في حياته، ممكن يكون ارتكب أي حاجة، لكن يبصق على أبيه وهو ميت، ده إيه الغل ده؟ الحاجة صعبة جدا. عندنا قصص عجيب في هذا. فأنا أريد أن أقول أن من عرضت له مسألة فيجب عليه أن يتوخى أهل العلم. طيب العلماء يقولون المقلد مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فهو مجتهد. طيب هذا العامي الذي يقلد في كل شيء يجتهد في اختيار من يقلده، كيف يعرف العالم؟ العالم ما اشتهر بين الناس بعلمه وأمانته وصحة عدالته، وده طبعا بيبان.
اوعى حد يتصور ان الناس مغفلين. الناس بس ما يتكلموش، عارفين ان ده مبطل وهذا مغفل وهذا يعني ممكن ياكل مال النبي زي ما هم بيقولوا بعض الناس، عن لا يوقفوا علم ولا يوقفوا حرام ولا حلال. هو اذا قبل منه قبل عشان عايز يمشي على مضض عايز يمشي، يكون في الغالب له هوى، او يكون رجل جاهل خالص ما يعرفش حتى من هم العلماء ولا حد العلماء، لكن يعرفونهم. فانت العالم بيكون مشهور معروف انه عالم، فتساله ألله عز وجل حكم في كذا، عرض لي كذا وكذا وأريد أن أفعل كذا وكذا. هو ده مقصود الإمام البخاري بهذا التبويب، أن الرجل إذا عرضت له نازلة ولم يكن من العلماء أو من طلاب العلم أو لم يكن محبا حتى للعلم ولا عنده أي شوق ولا رغبة أنه يحصل العلم، إذا وقع به شيء لله عز وجل فيه حكم وليس هناك شيء ليس لله فيه حكم. سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأنا والله قعدت أفكر في كلمة سفيان. طب عايز يهرش في دماغه، طب هيجيب أثر منين يعني مثلا هل ممكن يكون في حديث في استحباب الهرش مثلا؟ أو أنا جعلت أفكر في هذا حتى اهتديت أو هداني ربي سبحانه وتعالى إلى إن الهرش في دفع المضرة، وإحنا عارفين الشريعة كلها يا جلب مصلحة يا دفع مضرة. فده مضرة يضره، حاجة بتوجعه كده عايز يهرش فيها، فيبقى ده كأنه من باب دفع الإيه؟ دفع المضرة. وده طبعا داخل في الحديث الذي يصححه بعض العلماء، وإن كان قاعدة فقهية: لا ضرر ولا ضرار. واخد بالك؟ فهو حتى هرش الرأس ممكن يكون لله عز وجل فيه حكم، فكيف بما هو أدنى من ذلك؟ نعم. فعشان كده أنا أوصي يعني الإخوة المشاهدين ومن يصله كلامي أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء في حياة المرء، فكل شيء له مسألة وكل شيء له حكم. فإذا عرض لك شيء فتوخى أن تسأل عنه من تعلم، وبعدما تسأل يعني إذا كنت لا تعلم من تعلم أنه من أعلم الناس ومن أفضل الناس ومن أفضل الناس لله تبارك وتعالى، حتى تنزل به مسألة. نعم جزاك الله خير. ولعل الصحابي الذي سافر ليسأل عن أمر للتفريق بينه وبين زوجته على هذا الأمر العظيم يحملنا الصحابي الآخر الذي هاجر ليسأل عن أمر المسح على الخفين، زر بن حبيش ورحلته إلى صفوان بن عسال المرادي أيضا. نعم. وهذه رحلة يعني لهم في ذلك رحلات. نعم. زيادة التابعين. يعني مثلا أذكر الآن أن رجلا جاء الشعبية. طيب احنا نبدأ بالشعبي الحلقة القادمة. بالشعبي طيب ماشي. رحمة الله على الشعبي. رحمة الله على الشعبي وعلى كل هؤلاء الأجلاء الأكابر. طيب كويس ان احنا بدأنا بالشعبي حتى يكون الحديث متذكرا بإذن الله عز وجل، فالكلام كله ذو شجون ويحملنا بعضه إلى بعضه بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب، الله يبارك فيك وكرمك الله. أحبتنا في الله، بهذا الحديث الماتع وبهذه النقطة التي وقفنا عندها والتي تكون منطلقنا في الحلقة القادمة نقول لكم قد وصلنا إلى الختام. أسأل الله عز وجل أن يختم حياتنا وحياتكم دائما بالخير وبالطاعة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عسلكم الله، لما دعا لهم بأن يوفقهم الله لأمر خير ثم يختم لهم به، فعسلكم الله جميعا. ونكون بهذا وصلنا لختام هذه الحلقة، وأقول لكم دمتم على الخير والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآملا، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيدي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل.